السلام عليكم. معاكم دكتور عبير العشري relationship coach للي أول مرة يشوفني. خلّينا أصحاب أحسن، أو خلّينا رغم إن إحنا هنسيب بعض لكن هنفضل أصحاب، وهافضل أكلّمِك وألجأ لِك لمّا أكون عايز أتكلّم، وأنتِ كمان اعتبريني سندِك وضهرِك وصاحبِك اللي هيبقى دايمًا واقف جنبِك. كلام كبير أوي بيتقال وكلام شكله حلو وبرّاق للاتنين اللي على علاقة ببعض أو كانوا مخطوبين أو حتى متزوجين والراجل بيقرر إنه يمشي أو حتى الست هي اللي بتقرر أو البنت هي اللي بتقرر. الحقيقة الكلام ده زي ما قُلت لكم هو يبان حلو، لكن في الواقع لأ، هو مش حلو خالص، خالص. ما ينفعش إن إحنا نبقى كنا حبايب وبعدين نبقى صحاب، ما ينفعش إن إحنا نبقى مخطوبين وبعدين نبقى صحاب، ما ينفعش حتى إن إحنا نبقى متجوزين وبعدين نبقى صحاب بعد الطلاق. أمّال إيه، نتخانق مع بعض ولازم تبقى العلاقة يعني فيها مشاكل؟ لأ خالص، إحنا نسيب بعض باحترام جدًا ويعني نُكِن لبعض كل الاحترام، لكن ما نبقاش أصحاب. ليه ما نبقاش أصحاب؟ لإن خلّي بالِك الراجل اللي بيقول لِك كده هو عايز يعني يترك كل المسؤولية اللي عليه اللي هو أنتِ أو لو في أولاد أو وما يبقاش في أي التزامات بالنسبة له، لكن في نفس الوقت تفضلي جوّه حياته وجوّه دايرته بقوانينه هو، بطريقته هو، اللي هو يمشي ويروح ويعمل كل ما بداله، وبعدين لمّا يعوز يتكلم مع حد متأكد إنه بيحبه وهيكلمه بصدق، ييجي لِك، يكلمِك، يحكي لِك، يشكي لِك. ياخد منِّك حلول أو ياخد منِّك عطف أو ياخد منِّك حنان أو ياخد منِّك اهتمام، وبعدين يقول لِك سلام عليكم، أصل إحنا صحاب، ويروح هو تاني يكمّل حياته. لكن أنتِ لإن أنتِ امرأة ولإن أنتِ أنثى ولإن أنتِ عاطفية زيادة، هتفضلي مرتبطة بيه، وهتفضلي تدوري في دايرته. اوعي تصدقي الخدعة دي، اوعي تفرحي إنه بيقول لِك خلّينا أصحاب أحسن، أو بمعنى أصح هنفضل أصحاب. ما تصدقيش الكلام ده وما تفرحيش بيه وتقولي أنا كده لسه مهمة عنده. لأ، هي كل الحكاية إنِّك هو عايزِك تفضلي في الطابور اللي موقّفه لناس معيّنة، عارف إن هو لمّا يحتاج لهم هيلاقيهم. فبسرعة اخرجي من الدايرة دي، وما فيش حاجة اسمها إحنا هنفضل أصحاب.